عمرك دخلت مكان وحسيت انك مش لوحدك؟ مكان بيخبي جواه حاجة مش المفروض تتشاف. اللي حصل في الفندق ده مش حكاية، دي حاجة حصلت فعلا. كان في راجل اسمه فادي، شغال مصور صحفي. جاله شغل في محافظة ساحلية واضطر يبات في فندق قديم جنب البحر. الفندق شكله غريب شوية من بره، بس مكانه ممتاز وسعره رخيص. لما دخل لاحظ ان الاستقبال فاضي، مفيش حد غير راجل عجوز واقف ساكت. سلمه المفتاح وقال له: اوضتك الدور التاني يمين أول باب، ما تتأخرش برا الأوضة بعد نص الليل. فادي طلع للأوضة. المكان قديم بس نضيف. حط شنطته وبدأ يجهز الكاميرا، وفجأة الكهرباء قطعت 3 ثواني ورجعت. بس لما النور رجع لقى كوباية مية كانت فاضية على الكومود دلوقتي بقت مليانة لحد فوق. ومع ان الشباك مقفول، الستارة كانت بتتحرك كأن في حد واقف وراها. الساعة قربت على 12 بالليل، وفادي قرر ينام. أول ما غمض عينيه سمع صوت خطوات تقيلة في الطرقة، بعدها صوت خبط على الباب، وبعدين همس. انت شفتني؟ فتح الباب بسرعة ولكن مفيش حد. بص في الطرقة، ضلمة تماما، بس سمع نفس الصوت من بعيد: أنا فوق، الحقني. فادي طلع السلم بدافع الفضول، لكن كل لما يطلع سلمة يحس ان في ايد بتسنده من ظهره. وصل للدور التالت بس ملقاش اي نور، وفجأة باب من الابواب اتفتح لوحده وطلع منه صوت بنت صغيرة بتضحك. فادي نزل يجري بسرعة على الاستقبال، لقى الراجل العجوز واقف مكانه زي ما هو، بس المرة دي كان بيبكي. سأله: ايه اللي بيحصل هنا؟ الراجل قال له بهدوء: يا ابني أنا قلت لك ما تتأخرش برا أوضتك. الفندق ده كان مصحة نفسية من 40 سنة، اتحرقت وكل اللي جوه ماتوا، بس أرواحهم لسه فوق بتستنى أي حد يفتح الباب. فادي أخد الكاميرا وشنطته وخرج يجري من الفندق، بس أول ما وصل للبوابة لقاها مقفولة بقفل حديد مش بيتفتح. بص وراه، لقى نفس البنت اللي سمع ضحكتها واقفة في آخر الطرقة بتقوله: انت صورتنا، يبقى لازم تبقى معانا. بعد 3 سنين بعض من الصحفيين لقوا كاميرا فادي في أوضة مهجورة في نفس الفندق. والمفاجأة، الكاميرا فيها صور لأشخاص كلهم مش واضحين، وشهم مش باين، بس آخر صورة كانت صورة فادي نفسه واقف في طرقة ضلمة وبيبتسم. تفتكروا ايه حكاية الراجل العجوز ده؟ وهل فعلا كان موجود، ولا هو شبح من الأشباح اللي موجودة في الفندق؟ أنا مش عارفة فادي راح فين ولا مين اللي صوره، بس اللي أعرفه إن الفندق ده اتقفل بعدها بأيام، وكل اللي دخلوا بعده خرجوا مش هما أو مخرجوش خالص.